يسعد أوقاتكم صبايا، كيفكن؟ شو أخباركن؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير وانتوا عم تتابعوا فيديو اليوم. خلونا قبل ما نبلش بالفيديو نصلي على الحبيب محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. واليوم فقت متنشطة شوي هيك زيادة عن اللزوم، فقررت إني ساوي مخدات النوم، إني يعني بدي أعيد نفشن. هني محشيات دقرون، ففضيت كل مخدات النوم. رجعت نفشت دقرونن على المظبوط وهويتن شوي بالشمس، يعني شغلة ساعة ساعتين لبين ما خلصت شغل بيتي، ورجعت قعدت عليهم منشان عبيهم بالمخدات. حتى وجاه المخدات كلياتهم غيرتن، وجاه الداخليات والبرانيات عبيتن من جديد كلياتن. هن صاروا كتير رقاق، يعني على الاستعمال صار الدقرون كتير خفيف، فوقت اللي نفشتن رجعوا عليوا شوي، ويعني صار شوي مقبول انه واحد ينام عليهم. هلا انا بحب نام على مخدة عالية، ما بحب نام على مخدة واطية ابدا ابدا، فمخدتي عليتها شوي، مخدات عيلتي يعني تركتن شوي واطيات مثل ما لكم شايفين. هيك عملت 6 مخدات وخلصت من هالهم يلي صار لي عم أجله تقريبا شي يمكن شهر ونص. عطوني رأيكم بالنفش، معلمة ولا ماني معلمة؟ ايه صبايا، وهلأ صار وقت البيتزا. ولادي كتير صار لهم فترة عم علي بدنا بيتزا بدنا بيتزا، فاليوم قررت اني ساوي بيتزا. رح اعمل كيلو طحين تقريبا بده كاسة حليب او كاسة ونص، يعني حسب ايش قد بيلزمني للعجينة، وظرف خميرة وحبة السوداء طبعا، وزيت نباتي شي نص كاسة. اول شي رح احط الحليب وفتره على الغاز، بعدين هضيف عليه الخميرة وخليها تتخمر شوي لمدة تقريبا من 5 ل7 دقايق، وبعدين نضيف الطحين واعجنه. لا هون فترت الحليب انا وحطيت معه ظرف الخميرة، رح حركه شوي لين ما هيك يذوب الخميرة بالحليب، بعدين رح اغطيه واتركها شوي خلي تتخمر الخميرة، بعدين رح اضيف الكيلو الطحين. هلا بعد ما دوبت الخميرة رح احط هذا الكاس تقريبا نصه زيت نباتي. طبعا بهذا الكاس انا حطيت كاس ونص حليب، كاس وربع حليب. بنفسه رح احط نص كاس زيت نباتي، رح اضيفه فوق الخميرة هيك وغطيها بس، تعطيها تحريكة. وهيك غطيتها بالكيس لحتى تتخمر. لبين ما تتخمر رح استنى تقريبا صارت 5 دقايق، رح اضيف الطحين. هلا هاد الطحين رح اضيفه بالتدريج واعجنه شوي شوي، رح اضيفه واعجنه شوي بعدين برجع لكم. هلا رح ارجع اضيف كل الطحين. الصبايا هيك بعد ما عجنتها رح رشلها بس شوي حبة السوداء، بس هيك ما رح كترلها يعني. ورح كمان رح اضبها، رح اغطيها واتركها تتخمر تقريبا شي نص ساعة ما اكتر. ايه صبايا لبين ما حتى تختمر العجينة رح ساوي تبلة البيتزا. عملت بصلة تقريبا شي ربع بصلة، فرمتها ناعم كتير، ورح اضيف عليها هلا الكاتشب وكمان منكهات تانية. عم استنى لحتى تستوي. لا رح افرم هدول قطعتين الجبنة، عندي من هي الجبنة انا،
وراح احط لها كمان هيك شوية زعتر اخضر نكهة مو اكثر، وراح احط لها كمان هذا الكاتشب. هلا مين فيكم عامل البيتزا بكاتشب؟ اللي مجربها بكاتشب يخبرني بتطلع طيبة ولا ما بتطلع طيبة معه. مو بيقولوا جود من الموجود؟ راح جود انا من الموجود لشوف راح يزبط معي ولا ما راح يزبط معي، يا بتصيب يا بتخيب. لبين ما ورجيتكم الجبنة والزعتر الأخضر والكاتشب ندرت على البصلة ولا لقيتها شوي محروقة، يعني مبين على الكاميرا انه كتير سودا بس هي لا مو كتير، يعني احمرت حمار غامق. ان شاء الله ما تأثر بالطعمة، ما لنا فيها. راح ضل هيك عم حركهم شوي، راح اضيف عليهم شوية كاتشب كمان بس شوي ما راح كتر. راح اتركهم شوي شغلة دقيقتين مو اكتر، وراح اضيف عليهم بس خلصت راح اضيف عليهم الزعتر الاخضر، وراح هلا انا افرم الجبنة. هلا راح اضيف عليهم الزعتر، راح احركهم تحريكة وبعدين اطفي الغاز. هلا الزعتر الاخضر ما ضروري بس انا نكهة، يعني انا بحب نكهته بالبيتزا حاشته هيك. هلا رح طفي الغاز ورح كمل فرم جبنة. ما شاء الله طلع العجينة كيف صارت، اللهم صل على النبي. عم تلزق بايدي بس ما بعرف ليش. المهم عملت الكاتشب خالص، فرمت فليفلة وفرمت الجبنة. هلا رح بلش اني اقطع العجينة لدوائر لاني ما رح احطها بالصينية، ما بعرف شو بقول لي احطها بصينية شو بدي اعملها دوائر. بشوف شو رح قرر وبرجع لكم. هلا رح رش هون هيك شوية طحين واعملهم على الشوبك، يعني مثلا هيك، مثلا هيك بجوز تطلع معي كبيرة او صغيرة ما بعرف، هلا على الشوبك ببين معي هيك. هلا رح احاول رقق على الشوبك، ما عم احسن اتحكم بالكاميرا، يعني بدي اياها تطلع العجينة رقيقة. هلا هي مثلا السميكة انا بدي اياها تكون هيك رقيقة، تمام. رح احاول رق على الشوبك وبورجيكم كيف صارت. هلا عملتهم هيك دوائر، قطعتهم دوائر وهيك مديتهم بالشبك، يعني بدي اياهم يكونوا هيك بهالحجم. طبعا هلا رح اساويها مدورة، لسه ما زبطت معي المزبوط، ما بعرف شو بيخطر ببالي، لسه بجوز اخربهم كلهم على بعضهم نساويهم صينية، ما بعرف، بس حابة انه هيك انا دوائر مثل الفطاير يعني. قطعت هيك شوي، عم حط مرتب هون. طبعا عملت صينية وهي الثانية وهي وحدة بالفرن. صبايا وهيك كانت نتيجتهم للفطاير البيتزا. طبعا كنت بدي اساوي بيتزا قلبتهم على فطاير بيتزا. اعطوني رأيكم كيف طلعوا، عن جد كتير صاروا طيبين، يعني دقتهم حتى كتير طرايا. شوفوا ان شاء الله يكون عجبكم. بالفيديو تبع الزيتون يلي نزلته الفيديو الماضي، في صبية مصرية سألتني انه الزيتون اللي انتي حطيتيه بالمي كيف عملتيه. حبيبتي هذا اسمه زيتون مكلس. بنحط لكل كيلو زيتون معلقة قطرونة، هي القطرونة البيضة، اسمها بالمصري طلعتلك انا هلا بجوجل شو اسمها، فطلع اسمها الصودا الكاوية، فبظن هيك اسمها بالمصري. المهم لكل كيلو زيتون بتحطي له معلقة قطرونة، وبتتركيه 24 ساعة بمية القطرونة، وبعدين بتكبي عنه المي. كل يوم بتكبي عنه المي يعني كحلاية، وبعدين بصير جاهز للأكل، يعني بصير حلو، يعني الزيتون بيحلى وبتاكل منه، يعني بس هيك ما أكتر. هذا هو الفيديو اليوم، إن شاء الله يكون نال إعجابكم يا رب.
ما تنسوني من اللايك والشير والكومنت الحلو مثلكن، والله يسعدكن يا رب، وسلامات صبايا.